ينكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وأثبت الوجد خطي عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعتري ذو اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا لائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولم أنصفت لم تلومي عادتك حالي لا سري بمستترين عن الوشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محنتني النسح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم إني اتهمت نصيح الشيب في عذل والشيب عاد في نسح عن التحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم فإن أمرتي بالسوء ما تعظى أهلها بنذير الشيب والحرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرا ضيف ألم ما برأس غير محتشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو قهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فاسرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى متولى يسمي أو يسمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما مصات شر من التخم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل
كل هول من الأهوال مقتحم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أني استكت قدماه ضر من ورم وشد من شغب أحشاؤه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأميرون نهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فقد نبينا في خلقي وفي خلقي ولم يدانه في علمي ولا كرمي وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأميرون ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم النفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفتنه ينفتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وشد سائس من جوعي ومن شبعي فرب محمصة شر من التخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطيع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا
نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخصوصا حضرة سلطان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأصوله وفروعه جميع الشهيد جميع كل ولي جميع وجميع أولياء ساجمين وخصوصا حضرة روحي بويد بنجر وإلى حضرة روحي إلى حضرة روحي كسماء إلى عبد الله وأصولهم وفروعهم وجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم ولهن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا وواعثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطاهرين وعلى آله المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا رب في قبري وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعوتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا
يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا الصبر الجميل عند حلول الرزايا وامن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب أيدنا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالعصمة والتوفيق يا كريم وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين سوالف الآثام وعصمنا وإياكم وإياهم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومنهم الصلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياهم وجميع المسلمين برحمته وعفه دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقاهم وتلقى ساداتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والإعظام والإنعام وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الحيرة البرة الكرام مصابيح الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ngereng ngarang sarang atua aki reng sepo seki odi utawa sepon sobong umrah nyuwun ka Allah Subhanahu wa taala kelaban ate khusyuk kelaban ate ikhlas niat atua deka Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan kepada Allah atas segala bentuk salah bentreng sadari reng sepo kaula panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi amarna bishukri alwalidaini wal ihsani ilayhima wa hathana ala al-ightinami birrihima wa istina'i al-ma'rufi ladayhima wa nadabana ila khafdil janahi min ar-rahmati lahuma i'zaman wa ikbara wa awsana bitarahhumi alayhima kama rabbayana sighara Allahumma farham walidina Allahumma farham walidina اللهم فارحم والدينا وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأجر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا لنا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم فضلهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم والشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به سعادة المصلحين ورعاة الناصحين
اللهم هب لهم ما ضيعوا من حل ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا، وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بها آثارنا به في حق خدمتنا، واعفو عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا، ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا، وتحمل عنهم الظلمات الذي تركبوا فيها اجترحوا لنا وسعوا علينا، والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات، فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا، وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا، ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما تحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات، وصر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح، إذا صر أهل الصلاح بأبناء الصلاح، ولا توفقهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح. اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها، وما صليناه من صلاة فتقبلتها، وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها، وتصدقنا من صدقة فنميتها، فنسألك اللهم يا الله أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا، وقسمهم منها أجزل من أجسامنا، وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا، فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم، وأنت أولى بالبر من البارين، وحق بالوصل من المأمورين. اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد، وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد، واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد، حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. آمين. أما بعد، علمائنا الأجلاء وحبائبنا الأعزاء، para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatid, tanpa terkecuali saya hadir min alawiyin wal hasanin, baik dari stage para habaib saya hadir, juga para tetamu saya dari Kanigoro atau di luar Kanigoro. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, amuji syukur dekat Allah subhanahu wa ta'ala
Seka dimai malam mangkin kaula panjenengan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya dalam rangkaian haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum aljad Mbah Muhajir rahimahullahu rahmatal abrar wa adkhalahu Allahu jannatahu daral qarar. Matur muka majlis haul malam mangkin beni majlis terakhir insyaallah tahun sebakal datang insyaallah ipapangkia boleh dalam keadaan selangkong saya tambahan umur saya barakah sehat wal afiah tambahin rezeki saya halal saya barakah insyaallah barakan haul malam mangkin napa setiti hajat kaulaban panjenengan hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, Al-Imam Ibrahim Asyibani mengatakan asy-syarifu fit tawadhu'i wal 'izzu fit taqwa wal hurriyatu fil qanaa'ah. Al-Imam Ibrahim Asyibani memberikan 3 pesan moral kepada kita tentang pentingnya bagi kita bagaimana kita mengarungi kehidupan di atas dunia. Telok pesen neka mun elakonin kauluban panjenengan tak bakal sia-sia, akan menjadi orang yang terhormat dunia sampai akhirat. Eta buaki tineng beliau Syekh Ibrahim Asyibani asyarafu fit tawadhu'i. Orang semulja neka kelaban tawadhu'. Seandainya orang mulja nikah hanya orang-orang semulja, maka niscaya kauluban panjenengan tandi kesempatan untuk menjadi orang yang syarif. Tidak kesempatan bagi kauluban panjenengan karena kauluban panjenengan benetoron orang mulja. Maka kemuljaan sehakiki, kemuliaan yang abadi tidak lain dan tidak bukan adalah at-tawadhu'. Orang si tawadhu nikah bekal mulja, bekal tadi orang si syarif, orang si biasa-biasa baik, andi sifat tawadhu, yang kak derajat Nabi Gusti Allah. Apa boleh sifat tawadhu kak andi orang-orang si mulja. Tentunya kemuliaan kelak bekal semakin terangkat, bekal semakin mulia kelaban sifat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah, rafa'ahu Allah. Wa man takabbara wada'ahu Allah." Sapana orang si tawadhu karena Gusti Allah, tawadhu benih karena beda imbalan, beda embel-embel, dan merendah cuma beda tujuan-tujuan selain, tujuan-tujuan pribadi, merendah ingin mengangkat derajat benih. Man tawadhu'a lillah, orang si tawadhu karena Gusti Allah, rafa'ahu Allah, pasti bakal iangkat derajat dening Allah Subhanahu. Wa man takabbara wada'ahu Allah, orang se sombong, orang se takabbur, baik ning dunya atau ning akhirat, wada'ahu Allah, pasti orang neka bakal orang se hina, hina ning dunya, lebih-lebih hina ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarifu fit tawadhu'. Orang mulja ni kelaban tawadhu'. Ini contoh. Bintang ning atas, tawadhu' takun kan najmi. Orang tawadhu' nikah ibarataki orang-orang se tawadhu' kela ibarat orang se berdiatas engak bintang se bergemarapan di atas sana, tetapi orang se aciling tak harus ada ngak ke atas langit, walaupun aciling fi tabaqatil ma'i fahuwa rafi'u, padahal tingkat notekki menjulang tinggi tempat ning atas, tapi orang se aciling kela bisa lebet aing sepaling dalam lebar dari dalam somor, tak harus ada nggak di atas untuk melihat daripada bintang. Begitulah orang yang tawadhu, tak harus beda di atas, sekalipun beda bawah. Mula orang mulja kela tetap tadi orang semulja. Intan permata tetap intan permata, emas berlian tempat berning dasar lautan, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk ngangkat orang penikah, maka beri orang semampu menyelam ke dasar lautan dan mengambil emas perhiasan intan permata, sehingga larang regana si asal beda dalam dasar lautan, si tada orang mampu entar ke dalam dasar lautan kala.
barokah tawadhu. Mula orang yang di sifat tawadhu para hadirin, congok para ulama, ya, congok para orang-orang semul je kala. Ni sahibul haul. Muntunya na apa? Saya bahasa tadi tunya. Karena beliau mulje bini kala bantunya. Mun mulje bi jabatan, beliau tak pernah rasanya menjabat selama odi. Terus apa kegunaan kemuljaan mun hanya cuma sebatas jabatan? Asy-syarifu fit tawadhu'i. Orang semulja asyarafu fit tawadhu'i. Orang semulja saya kata asyarif fit tawadhu', orang sekelem merendah karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Nabi tak salah, Al-Habib Al-Habashi, Nabi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau sepanjang hidup tak pernah rasana toju aselah, mesti toju dalam keadaan tahiyat akhir di dalam sholat. Tanya aki nguncur panjenengan nika pon sepo nyander apa saya toju bagena lah, tojuun seorang hamba ya dan ngarsane pun Gusti Allah harus toju kadariyah. Dan beliau tak pernah rasana ngangkat serak ke atas langit saking diri tawadhu'un karena todu sudah ke Allah Subhanahu wa taala, yang kak derajat tining Allah Subhanahu wa taala. Kedua, wal izzu fit taqwa. Orang yang mempunyai sifat agung, keagungan bagi orang yang bertakwa, keagungan yang hakiki, kemuliaan yang sebenar-benarnya. Fit taqwa, orang mulandi sifat takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Orang mula takut dekat Gusti Allah, tetia apa baik edimma abai, maka pasti tidak orang si agung muka Allah Subhanahu wa taala. Wal izzu, orang si aziz, bene mulja kelaban pakaian beda tu kun para hadirin. Orang agung benih kelaban kendaraan beda pabrikin mungkin makin ngereyen untuk 100 tahun ke depan teti rosoan. Mon cuma teti orang agung cuma kelaban pakaian kelaban seragam mungkin 100 tahun lagi bakal teti serbet. Al-Aziz orang semulja benih cuma orang sepolan pangkat teki dunya na banyak. At-taqwa, orang sandi rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Wal aziz, jiji orang semulja si agung muka Allah Subhanahu. Cek nyare keagungan kecuali kelaban situng jalan. Mun beda orang nyare keagungan kelaban salah jalan, dipastikan keagungan tak bakal abadi, tak bakal serak. Sare keagungan al-aziz, al-izzah, sare keagungan kelaban situng jalan ada boleh jalan takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat kul panjenengan ngeding kata-kata nikah. Khatib Jumat khutbah pertama selalu maingat ya ayuhan nas ittaqullah. Wasiat dari khatib Jumat. Khutbah kedua ya ayuhan nas ittaqullah. Wahai segenap manusia takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa kira-kira semenghalang-halangi ati kul panjenengan emang tak lem takut dekat Gusti Allah. Lamun Gusti Allah pangeran sing ngebai makhluk langit bumi tasik segera gunung se sangat kuat menjulang tinggi, siapa boleh saya ketakuan benih Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa kira-kira abek niki sing ketandik rasa takut sama sekali dekat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah orang saya takut niki bakal dadi orang saya mulja mungku Gusti Allah? Mungkin karo maaf kalau non sebu, mungkin kekayaan bisa menjadi orang tersebut menjadi orang mulia, mungkin jabatan akan menjadi seseorang tadi itu akan menjadi orang yang agung. Kegawok bi orang, tapi mohon aten tandi takut dekat Allah Subhanahu wa taala, ngecok pesena negara Pak, ngecok pesena rakyat Pak, ngemplang kanan ngemplang kiri, tak ngurus halal haram, kemuljaan seasal ya gungaki bi orang sama sekali drastis berubah 100% karena dalam aten kele tandi rasa takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Libasuhumut taqwa wasimahumul haya'u wa qasduhumur rahmani fil gauli wal fi'li. Orang mula rasa takut kelak yang kui kelampih sebagaimana orang akelampian benih hanya cuma dasi, pakaiannya bukan hanya pakai jas pakai dasi, pakai na takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jubah tak menjamin orang takut dekat Gusti Allah. Rida tak menjamin orang takut dekat Gusti Allah. Imamah tak menjamin orang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa hahuna, orang takut ni dalam hati bukan dari pakaian para hadirin, benih dari toronan para hadirin, benih dari jabatan, benih dari potongan.
orang takut at-taqwa hahuna, orang takut ni dalam atih rasa takut ndak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ni ke musibah sepaling raja. Laisal mautu bi'a'dhamil masaibid dunya, bukanlah termasuk musibah yang besar di atas dunia bukan kematian. Saya kocak musibah di atas dunia saya raja benih musibah mati. Wa innamal mautu sunnatul hayah, mati ini adalah merupakan kebiasaan daripada orang odi. Mun odi mesti mati, beda siang beda malam, beda lauk beda deje, beda barat beda timur. Ini sunnatul hayah. Wa innama masaibid dunya, wa innama masaibud dunya, wa innama a'dhamu masaibid dunya, hanya saja yang paling besar daripada musibah di atas dunia mautu khaufika 'ala Allah, mautu qalbika mautu khaufika 'ala Allah wa anta fi qaidil hayah, mati rasa takut dekat Gusti Allah sedangkan kau dengan dalam keberadaan odi. Mati benar musibah saya raja, tapi banyak orang berbela sungkawa, banyak orang mengucapkan berbela sungkawa, banyak orang susah, banyak orang nangis karena musibah kematian. Tahukah anda musibah sepaling raja? A'dhamu masaibid dunya, paling raja-raja musibah mati rasa takut engkau lewan mencenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Ane ke musibah sepaling raja pak. Keng ada orang susah, ada orang berbela sungkawa, padahal ini adalah musibah sepaling raja, musibah yang paling terbesar. Mati rasa takut engkau lewan mencenengan dekat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia nak kelak dalam keadaan odi dekat Allah Subhanahu wa taala. Ayo kau ngajak Ka'bah TV, ittaqullah, takut ke Gusti Allah fis sirri wal alan. Ada orang, banyak orang, alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa alaika bitaqwallah fis sirri wal alan. Takut ada kau leman jenengan dekat Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan. Baik banyak orang atau ada orang. Kau ngajak Ka'bah TV ben setuju para hadirin hadirat, sengeding dak nasihat nikah. Ada keagungan si abadi, ada orang sandi sifat aziz izzah, kecuali orang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala. Saya terakhir, wal hurriyatu fil qanaah, sifat kemerdekaan, sifat merdeka bukan mereka yang tidak dijajah, sifat merdeka bukan mereka yang mempunyai segala-galanya. Al hurriyatu al qanaatu, saya kocak hurriyah al qanaah, nerema pak, nerema apa saya andi esok koren, apa sebab dek nikmatin setuju ni kapun rezeki cutuh patih dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah hasud ke orang, tak usah benci ke orang, tak usah dengki ke orang, tak usah tak terima dak apa rezeki na orang. Ampun berdepan dumen rezeki kau panjenengan tak pernah lopot, cutu kau panjenengan tak kira-kira, mati kau panjenengan tak bakal salah, tetap tepat dekat sasaran, depak dekat alamat tah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menuju berikan alamat rezeki cutu patih kelak tak bakal lopot. Maka ada jalan kecuali qanaah. Maka qanaah ini adalah sifat hurriyah, sifat merdeka, merdeka daripada perbudak bi setan, merdeka daripada berbudak bi nafsu. Mungkin kula panjenengan merasa merdeka dari penjajah, merasa merdeka dari orang-orang seniat cuba dekat negara, tapi tak merasa merdeka daripada penjajah saknya setan, penjajah saknya nafsu. Al hurriyatu al qanaah. Orang sandi sifat hurriyah adalah al qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al qanaatu malun la yanfadhu. Sifat qanaah adalah merupakan harta benda yang tidak akan pernah habis, tak akan pernah sirna. Orang seneremah bekal odi sae, bekal nyaman odin, bekal sae insyaallah kehidupanna kalaban sifat qanaah. Neremah dekan apa si abon dek pandum tining Allah Subhanahu wa taala, la yaktsuru hammuk ma guddir yakun. Tak usah jeung lanceng pangatero, tak usah lanceng ngenangen, ma guddir yakun, apa saya takdir pasti bakal terjadi, pasti bakal depak ka kaulaban panjenengan. Matur muga telok nasihat dari al-Imam Syekh Ibrahim Asyibani panikah, pesan moral telok panikah, esto-esto tetia sangoh kang kuwi kula panjenengan untuk mengarungi kehidupan ning atas dunia nyeka. Asyarafu fit tawadhu, orang semulja saya kocak syarif, orang siandi sifat tawadhu. Wal izzu, keagungan saya kocak aziz, engki penekah orang siandi sifat taqwallah. Wal hurriyatu, orang siandi kebebasan, kemerdekaan. Al qanaatu, orang siandi sifat
qanaah gelem nerima ya Rabb mantar muka kul mancinengan puja di majlis nikah itu yakin orang-orang saya tawadhu ya Allah ya Rabb mantar muka setaja para hadirin si hadir ning malam mangkin otaba si berhalangan hadir mantar muka itu yakin orang-orang saya muttaqin orang-orang saya takut dekat Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabb mantar muka kaula mancinengan ning dalam atih tertanam tertancap si paling dalam engki peneka paringan sifat qanaah paringan sifat neremah dekan apa si pandum tining Allah Subhanahu wa taala insyaallah mantar muka barokah majlis haul malam mangkin setaja sadi hajat na pak boy setaja pekempang tining Allah Subhanahu wa taala mantar muka anak-anak kaula pun manjenengan itu dikin anak-anak salihin salihat muti'in muti'at qurratu ain li sayyidil bariyat ya Allah ya Rabb barokanah Mbah Muhajir ya Allah ya Rabb barokanah Mbah Muhajir orang sesemak dekat ajunan Gusti ya Allah ya Rabb barokanah orang-orang sesemak dekat ajunan belin ajunan ya Allah ya Rabb cek pecekeh setaja para hadirin kecuali itu sana sepor kapi ya Allah ya Rabb cek pecekeh di tempat majlis penikah kecuali hajat-hajat terima tining Allah Subhanahu wa taala ya Allah ya Rabb sebagaimana kaula panjenengan ya Allah ya Rabb sebagaimana ajunan matojuk dan kaulah melengki badan kaulah ben setaja para hadirin ning kebunan-kebunan swarga kak dintoh ning majlis-majlis sesae kumpul laki pagi kelaban beli-belin ajunan ning akhirat ya Allah ya Rabb mantar muka barokan haul sandi keluarga sakit paring sehat wal afiyah ya Allah ya Rabb reng sepo sakit paring sehat ya Allah ya Allah ya Rabb reng sepo sakit paring sehat ya Allah angkat penyakit ya Allah ya Rabb pelancing aki umur kelaban keadaan sehat wal afiat paringin kesempatan untuk abekte kering sepo ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb selama setahun badan kaula penuh kelaban kemunafikan penuh kelaban piapeh ya Allah ya Rabb makin dan kaula ngakone Gusti banyak dosa banyak salah dan kaula ring tak genah ben setaja para hadirin ngakonen selama setahun banyak lupa keajunan Gusti banyak lalai bahkan banyak maksiat dekat ajunan ya Allah ya Rabb terima aki amal sesai ni ke ya Allah pada pagi kering sepo sampun berenang alam kubur ya Allah kaulah makin tahu neng nasi bapak dan kaulah ya Allah ya Rabb kaulah tahu neng nasi paling sepo berenang alam kubur ya Allah napa dalam keadaan nikmat napa dalam keadaan nikmah napa seksa kelaban ajunan dan kaulah tahu neng nanging kaulah nyon ke ajunan Gusti pada pagi kesayan kak dintoh ya Allah ya Rabb bacaan Al-Quran sedekah tahlil setaja pada pagi kering sepo ya Allah ya Rabb baligh minna ma yasurruhum wala tuballighum minna ma yanuhum kaulah pun banyak mata kerja ring sepo ya Allah siapa terkerja boleh ning alam kubur ya Allah ya Allah ya Rabb paringin kesempatan ring sepo untuk abekte ring sepo ya Allah ya Rabb kaulah tandi amal banyak malana amal wa kasbuna kulluh zalal lakinnana fika amal tuhini dhammar rammah kaulah tak banyak amal Gusti kaulah tak banyak solat malam ya Allah ya Rabb kaulah tak banyak ngatamaki Quran ya Allah sesekone pada baki kering sepo ya Allah pecemberaki ning alam kubur pepadangaki ning alam kubur peseneng pebanggaan di anak badan kaulah ngak kene ke ya Allah di saat orang-orang pada bangga bi anak-anak sesoleh di saat orang-orang pada pepolong pagi ning dina kiamat pepolong ben anak-anak selamat masuk ke surga pepolong aki ya Allah ya Rabb pepolong aki ben keluarga ben setaja nak foto Gusti ya Allah ya Rabb kaulah tak mampu masuk neraka ya Allah kaulah cinta keluarga ya Allah anak-anak jaga aki ya Allah jangan sampai tersetting narkoba ya Allah anak-anak ya Allah jaga aki jangan sampai melakukan zina ya Allah anak-anak jaga ya Allah iman Islam ya Allah kaulah tak mampu jaga anak-anak Gusti kaulah sibuk alako ning luar kaulah sibuk ning Tegal ning Sabah ning tempat-tempat ning pasar ning tempat alako namun keajunan kaulah pasrah Gusti jak sedain badan kaulah ben sedaja para hadirin kecuali ketinggal anak saya soleh ya Allah jak sedain sedaja ni kecuali ketinggal anak-anak saya soleh ya Allah jika beleman ke alam kubur dan kau ke dalam keadaan tenang Gusti ya Allah ya Rabb kau letak di panapa Gusti kecuali reng sepo ya Allah ben anak-anak Gusti ya Allah ya Rabb
Cek teki pecandu narkoba ya Allah. Cek teki pecandu zina ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih tobat dengan Gusti. Tubna ilallah, tubna ilallah. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, ya Allah ya Tawwab tub alaina, tub alaina. Terima kasih tobat kadinto ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kepujar majelis kadinto setaja teteki orang-orang saya selamat dunia akhirat. Ya Allah ya Rabb, dan kau lebih nekeng troy alam troy poce manusia Gusti. King derita kuat dari yang sepuh Gusti. Mun karep tak tromular ya dan manusia kau le Gusti. King kau le teti orang sete terus nama bungaring sepuh Gusti. Ya Allah ya Rabb, kumpul lagi ning swarga ya Allah ya Rabb. Kumpul lagi swarga ya Allah ya Rabb. Selamat lagi sedaja di rapoi neraka ya Allah ya Rabb. Ya Allah, Mbak Muhajir pagi bisa tetia penolong dek kau leban mancinengan sedaja amin. Ya kau santren natunya akhirat, ya kau balen natunya akhirat. Amin ya Allah ya Rabb. Ya Allah terima kasih doa ya Sami'al Aswat wa ya Mujibud Da'wat. Isma' sawtana wastajib da'watana bijudika ya ajwadal ajwadin, ya akramal akramin, ya dhal quwwatil matin, ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dhal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد، صلى الله محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، 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 سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله، سبحان الله عدد ما خلق الله. يا الله 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 يا الله. سلمنا في الدنيا والآخرة، يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة، يا الله سلمنا في الدنيا. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيب الرحمن عدد ما يكون وما قد كان. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل أسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل أسير فتيسير الأسير عليك يسير يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ويدخل الجنة يا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا الأذى والبلاء والوباء والطاعون إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا منك بالخير. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة. لسيدنا أبي العباس الخضر بليا بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة، وسيدنا الغوث الأعظم الشيخ عبد القادر جيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة. يا الله يا عزيز يا غفار يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة.